مراسم تتويج اسطوريه وحاجه هتفضل في التاريخ، ان تشيلسي اول فريق يتوج بكاس العالم للانديه بالنسخه الجديده، ودي هتفضل حاجه افضل حاجه عرفت تعملها امريكا، وهي مراسم الانهاء كده وانت بتتوج اللعيبه صح، والمباراه النهائيه بتطلع بشكل حلو كلها كوره. بس تشيلسي دخل نفخهم، انريكي اتخانق بعد المباراه، كل دي حاجات لها علاقه بالكوره، ولا شفنا بقى رعد ولا صاعقه ولا الكلام ده تعطل مباراه نهائيه بحجم كاس العالم للانديه، اللي النهارده تشيلسي كانت المباراه حرفيا بفرق كبير قوي. انت تشيلسي تستاهل البطوله من اي حد، وبتقابل فلومينس وبتحامل باريس وبتقابل كل دون، لكن بتيجي في المباراه النهائيه وتقدم مباراه بالطريقه دي، لا يا تشيلسي تستحق البطوله عليها، مع كمان الجوائز الفرديه اللي انا شايفها هي حاجه واحده بس اللي ظلمه، وهي حراسه المرمى. لكن كول بالمر ياخد افضل لاعب في البطوله يستحقها عن جداره. كول بالمر لاعب لمسته لوحدها اصلا غير طبيعيه، لاعب اسطوري تحب تتفرج على الكوره وهي في رجله، تحب وهو بياخد الكوره كده وداخل يسجل جولين في النهائي عادي مفيش مشكله ويصنع جون. تيجي كمان للكوره اللي هو واحد زي دوي ان هو ياخد افضل لاعب شاب، برضه مستحق. انا بالنسبه لي دوي ده افضل لاعب في باريس، ولو ياخد النور من عثمان ديمبلي ينافس على بالون دور عنه. لاعب انا بتمتع ان انا بشوفه وبحب يسجل اجوان، ويسجل في نهائي دوري ابطال، ويسجل في دوري ابطال، ويسجل في كاس العالم للانديه دول بكل الطرق. فدوي لاعب برضه مستحق. انما بقى حكايه ان روبرت سانشيز حارس تشيلسي ياخد افضل الحارس دي، انا يعني مستثقلها عن دوناروما. دوناروما بيقابل ريال مدريد وبيقابل بايرن ميونخ ويطلع كلين شيت ويصد تصديات اسطوريه، في الاخر تديها سانشيز اللي هو جه في الماتش النهائي وصد كورتين حلوين، بس اللي قبل كده كان بالميراس وفلومينسي. فدي حاجه بالنسبه لي مش مستحبه خالص، ان البطوله دي بيكون ان تشيلسي كسبت ادوها لروبرت سانشيز. انما كلها حاجات عادي يعني. المهم ان الجائزه الكبيره كلها راحت لتشيلسي بالارقام بقى والفلوس، و124 مليون وحاجات كده، ارقام خزعبليه حرفيا داخله لتشيلسي. مع كمان ان انت النهارده بتتكلم البطوله ككل انت مستحقها على فكره. في الماتش النهائي ده عملت اداء غير طبيعي بسبب ان ماريس كان ذاكر انريكي قوي. ومباراه طبعا هداف البطوله الواد بتاع ريال مدريد جارسيا ده، واللي هيفضل مظلوم طول ما مبابي موجود. وطبعا كانت بطوله ممتعه اتلعبت في شهر وكنا مستمتعين بيها من الفرق العربيه وكل ده، لكن انتهت على خير وكانت بطوله حلوه وهنفتقدها لمده 4 سنين.